أهلا بيكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل جديد بنعمله. مراهقة عاوزة تحضر حفلة التخرج اللي في البحر، لكن والدتها بتمنعها، وفي يوم بتقع في المية وبتكتشف إنها كائن أسطوري، وبسبب عدم توضيح والدتها للموضوع بتقرر تستكشف الحقيقة بنفسها، وبتنزل البحر وبتتصدم إنها أميرة البحار السبعة، وبسبب غلط عملته حررت قوة شريرة، فبتساعدها والدتها وجدتها إنها تنقذ الموقف وتعيش في النور من غير خوف. بيبتدي الفيلم بصوت لتعريف غموض العالم البحري والكائنات البحرية الغير معروفة، وبنعرف إن في خرافات كتيرة في البحر غير صحيحة، زي إن الكراكن كائنات شريرة، لكن في الحقيقة إنهم المسؤولين عن حماية البحار والمخلوقات البحرية، وإنهم كائنات نبيلة. وفي مدينة بنشوف روبي وهي بتعرض فيديو توضيحي علشان تقنع والدتها إنها تروح حفلة التخرج، وبنعرف إن حفلة التخرج هيتعمل على متن قارب، ورغم محاولات روبي لأن والدتها أجاسة بترفض إنها تروح، وبنعرف إن أجاسة بتمنع أطفالها من دخول البحر أو التعرض للمطر. وبعد ما بيخلصوا كلامهم بيستعدوا للخروج، وقبل ما تطلع روبي للمدرسة بتذكرها أجاسة إن لو حد سألها عن سبب اختلاف لون بشرتها تقول لهم إنها من كندا. وفي طريق روبي للمدرسة بنشوفها بتتكلم فيديو مع أصدقائها، ولما بيسألوها عملت إيه في موضوع الحفلة بتبلغهم إن والدتها رفضت. بتحاول تقنع أصدقائها إنهم يقضوا حفلة التخرج في البيت، لكن أصدقائها بيتهربوا لأنهم عاوزين يحضروا الحفلة. لما بتوصل روبي لأصدقائها بنعرف إنهم مش عاوزين يفوتوا حفلة التخرج، لأن في حفلات كتيرة ما حضروهاش بسبب إن والدة روبي منعتها. وبيحاول الأصدقاء يقنعوا روبي إنها تكذب على أجاسة وتروح الحفلة من غير ما تعرف، وبعد محاولات كتيرة بتقتنع روبي. بعد كده بيتكلم الأصدقاء مع روبي وبيقنعوها تعرض على كونور إنه يروح معاها الحفلة، فبتحس روبي بالإحراج، لكنها بتنصدم لما بتروح المدرسة وبتشوف عروض الاقتراح اللي بيقدمها المراهقين لبعض. بعد فترة بنشوف روبي وهي بتستعد لتقديم الاقتراح على كونور ومعاها قاذف القصاصات، وقبل ما تفجرها بتكتشف ان كونور شايف ان الاقتراحات اللي شافها في المدرسة مبهرجة، فبتخبي روبي قاذف القصاصات وراها. بتتوتر روبي ومش بتعرف تقدم الاقتراح لكونور، لكن كونور بيلاحظ القاذف فبياخده من روبي. بتحاول روبي تاخده منه، لكنه بينفجر في وش كونور، ومن قوة الانفجار بيقع كونور في البحر. بتحاول روبي تنقذه وبترميله طوق النجاة، لكن الحبل بيكون صغير جدا، وبتكتشف روبي ان مفيش حل غير انها تنزل تنقذه بنفسها، وبتتحدى خوفها وبتنزل للبحر. وبنشوف روبي وهي بتحاول بكل قوتها تنقذ كونور، لكن قدرتها على السباحة ضعيفة، وبتربط رجليها في الأعشاب البحرية. فجأة بتتغير بشرة روبي وبتنور، وبيحصل انفجار ساطع، وفجأة بتتحول لكراكن، وبتنقذ روبي كونور وبترميه على الشط. لما بيفوق بقى بيلاقي نفسه مرمي على اليابسة، وبتجري روبي علشان تطمن على كونور، لكنها بتشوف مجموعة كبيرة من الطلاب متجمعين حوالين تشيلسي الطالبة الجديدة واللي بتقول انها انقذت كونور. بنلاحظ ان روبي داخلة في حالة هلع لما بتشوف ايديها لسه بتنور وفيها علامات زي المجسات، فبتهرب روبي وهي بتحاول تخبي ايديها، وبتروح تستخبى في المكتبة، لكن التوهج اللي في بشرتها بيفضل يزيد. بتحاول روبي تكلم والدتها، لكن بتغلط وبتتصل على كونور، وبعد ما بتقفل معاه بتقرر ترن على والدتها تاني، لكن بتخاف لانها ما سمعتش كلام اجاسة ودخلت البحر. وفجأة بتحول رجلين روبي، ولما بتشوفها أمينة المكتبة بتصرخ، وبتصرخ روبي من بعدها وبيزيد حجمها وبتدمر سقف المكتبة، فبتحاول روبي تهرب وبتروح للغابة علشان تستخبى. في الوقت ده بتكون أجاسة بتحاول تقنع عملاء لشراء منزل، وفي نص كلامها بتتصدم من الكائن الضخم اللي موجود في الغابة، فبتنهي كلامها مع العملاء وبتتحرك لمكان الكائن. بسبب سرعتها بتخبط حيوان واللي بيكون أخوها بريل، وبتكتشف إن شكله غريب ومشيته غريبة لأنه بيحاول يتعود على الحركة على اليابسة، وبيركب معاها العربية. في الوقت ده بتكون روبي وصلت عند المنارة وبتستخبى وراها، وبعد فترة بتوصل أجاسة وبتحاول تهدي روبي. بتتكلم بقى عن ذكرياتهم، فبتهدأ روبي وبترجع لوضعها الطبيعي. بيرجعوا للبيت وبتصدم بريل بوجود سام وبيتعرف عليه. وفي الوقت ده بتحاول أجاسة تهدي روبي وتقنعها إنها مش وحش، وبتوريها إيديها اللي بتكون زي إيديها بتنور. وهنا روبي بتحس بالصدمة والخداع، لأنها فاكرة إنهم مستخبين على اليابسة من الوحوش، لكن بتكتشف إن الحقيقة إن نساء عيلتهم لما تدخل البحر بيقدروا يتحولوا للكراكن. فبتبعد روبي عن أجاسة وبتمسك تليفونها، وبتكتشف إن كل الطلاب بيتكلموا عن الكائن اللي دمر المكتبة، فبتحس روبي بالتوتر وبتطلع غرفتها، لكنها بتسمع كلام بريل مع أجاسة وبتكتشف إن ليها جدة وإن جدتها عاوزة تشوفها، وبتزيد صدمتها لأن والدتها لسه بتخبي عليها. بتقرر روبي إنها تعرف كل الأسرار، وبتهرب من بيتها وبتروح ورا خالها بريل، واللي بتكون طيور النورس بتهاجمه علشان تاخد الأكل اللي معاه. فبتنقذ روبي وبتحاول تعرف معلومات عن جدتها، لكن بريل بيرفض يقول لها حاجة لأن أجاسة منبهة عليه ما يتكلمش.
لكن روبي بتقدر تستدرجه بالكلام وبتعرف ان جدتها موجودة في اعماق البحر، وبتخدعه وبتنزل البحر وبتوهج جسمها وبتتحول لكراكن. فبينجبر بريل وبيوديها لمملكة الكراكن، لكن بسبب توهجها بيلاحظ الصياد العجوز جورد وجودها. ولما بتوصل روبي مملكة الكراكن وتقابل الجدة، بتكتشف روبي إن الجدة ملكة البحار السبعة وإنها الأميرة وريثة العرش. وبتاخد الجدة روبي وبتعرضها على الشعب وبتقول لها إنها لازم تحمي شعبها من الأشرار، وبتوضح لها تاريخ انتصاراتهم وبتوريها أكبر شرير بيواجههم. وبتحكي الجدة روبي عن نيرسيا زعيمة حريات البحر، اللي ليه ترايدنت الرمح الثلاثي اللي يقدر يهزم أي حد. لكن في معركة شرسة ما بين نيرسيا وأجاسا، قدرت أجاسا إنها تاخد الترايدنت، وبسبب كده ضافت قوة نيريسا. ومن بعدها أخدت أجاسا الترايدنت وخبته في مكان بعيد. بتكون روبي مصدومة من اللي بيحصل وبتكون مش موافقة إنها تبقى أميرة لأنها عاوزة تعيش حياة طبيعية. وبتوافق الجدة إنها تخلي روبي ترجع لعالم البشر، وده اللي بيصدم بريل. لكن الجدة بتكون مقتنعة إن روبي هترجع لما شعبها يحتاج لها. وفي طريق رجوع روبي بتتربط رجلها بكابل، وبيكون جوردون هو اللي أطلقه من السطح. وبسبب الكابلات اللي بتربطها مش بتقدر روبي إنها تتحرك، وبتحاول روبي إنها تستخدم قوتها لكن مش بتقدر. وفجأة بتظهر تشيلسي اللي بنكتشف إنها حورية بحر وتنقذها قبل ما جوردون يستخدم قنبلة لتدميرهم. ومن بعدها ترجع روبي لبيتها وبتتصرف كأن مفيش حاجة حصلت، وبتحاول تطلع من بيتها بهدوء علشان ما تتكلمش مع أجاسا. لكن أجاسا بتشوفها وبتكون عاوزة تتكلم معاها. لما بتقرب منها بتلاحظ آثار مية البحر على روبي وبتسألها، لكن روبي مش بتجاوبها وبتسيبها وبتمشي. بتوصل روبي للمدرسة، لكنها بتكتشف إن كل المدرسة بتتكلم عن الكائن العملاق اللي دمر المكتبة. وبتكتشف إن الموضوع منتشر جدا على الإنترنت، فبتدخل روبي في حالة هلع وبتروح تستخبى في الحمام. لكنها بتسمع صوت تشيلسي، فبتطلع روبي من الحمام وبتطلب تتكلم مع تشيلسي وبتطلب منها المساعدة في إنها ترجع مراهقة طبيعية. لكن تشيلسي بيكون ليها رأي مختلف، وبتوضح لروبي إنها لازم تقبل نفسها الكراكن علشان تعيش حياة طبيعية. وبتاخدها للبحر، وبتظهر تشيلسي لروبي جمال وعجائب البحر. وبعد رحلة كبيرة بتتكلم تشيلسي عن نفسها وحريات البحر، وإنهم بعد المعركة اللي كانت ما بين أجاسا ونيرسيا استخبت الحريات خوفا من الكراكن. وبنعرف إن تشيلسي بنت نيرسيا وعلشان كده منعوها من الخروج، لكنها اتمردت وراحت المدرسة. بتأثر روبي وبتكون عاوزة تساعد تشيلسي تعيش حياة طبيعية، فبتقول لها تشيلسي إنهم يقدروا يصنعوا السلام ما بين الحريات والكراكن، بإنهم يلاقوا سلاح ترايدنت علشان يثبتوا لكل الكائنات إن ممكن سلاح الدمار يكون رمز السلام. وفي البيت بنشوف بريل اللي راح لأجاسا لأن الجدة طردته من المملكة، وبنلاحظ إن جوردون بيستعد لتكوين طاقم علشان يصطاد الكراكن. فبتجبر أجاسا أرثر وابنها سام وأخوها بريل إنهم ينضموا ليه علشان يراقبوا. وفي البحر بنشوف تشيلسي وهي بتظهر لروبي المحطة البحرية مصدر طاقة البحر، واللي بنكتشف إن أجاسا مخبية فيه ترايدنت، وبتطلب من روبي إنها تدخل تجيبه لأن محدش يقدر يدخل جوه غير كائن عظيم زي الكراكن. وبيكون منظر المحطة البحرية مخيف، فبتحاول روبي إنها تحسب المخاطر، فبترمي حجر علشان تشوف شدة التيار، فبيرجع الحجر ليها متدمر وبيتحول لغبار. فبتلاحظ روبي إن أضعف من إنها تدخل، فبتقرر تروح للجدة علشان تساعدها تقدر تستخدم قوتها. فبتفرح الجدة وبتاخدها لغرفة التدريبات. وبتمر الأيام وبتفضل روبي تتدرب مع الجدة، وبعدها بترجع لتشيلسي وتجرب تدخل تجيب السلاح، وكل مرة تفشل فيها بيزيد حماسها في التدريب. لكن في الوقت نفسه بتبعد عن أصدقائها وعيلتها. بتقدر روبي إنها تستخدم عيون الليزر، وبتحاول بشرتها لبشرة صلبة تقدر تمنع الإصابات والجروح والحرارة العالية. وبترجع روبي تحاول تاخد السلاح، وبتوصل للسلاح لكن مش بتقدر تمسكه، فبتقرر تاخد تشيلسي وتروح لأجاسا علشان تعرف السر. وبتقابل روبي أجاسا وبتحاول تعرفها على تشيلسي واللي مش بتكون موجودة. وبتتكلم روبي مع أجاسا، وبتصدم أجاسا إن بنتها كانت بتقابل الجدة وبتتدرب معاها، وبتزيد صدمتها لما تعرف إنها صديقة لحرية البحر. فبتعصب أجاسا وبتمنع روبي من دخول البحر تاني من غير ما توضح السبب. فبتحس روبي بالظلم وبتغضب وبتحول لكراكن وبتدمر البيت وبتمشي. وبتطلب أجاسا من بريل إنه يراقبها. بنشوف أجاسا بعد ما اتحولت لكراكن وراحت للجدة وبتطلب منها إنها تبعد عن روبي لأنها بتغير تفكيرها. وبتجادل الاتنين مع بعض، وبتتصدم الجدة إن روبي صديقة لبنت نيرسيا. وهنا بنكتشف إن نيرسيا ما كانش معاها أطفال. في الوقت ده بتكون روبي بتحاول تدخل لمحطة طاقة البحر، بسبب غضبها بتزيد قوتها وبتقدر تاخد السلاح. وأول ما بتطلع بتاخد تشيلسي السلاح منها وبتهجم على روبي. وهنا بنكتشف إن تشيلسي هي نيرسيا، وإنها كانت بتخدع روبي علشان تاخد منها السلاح. وعلى القارب اللي فيه حفلة التخرج بنشوف كونور اللي بيلاحظ نور خارج من البحر. ومن بعدها بتظهر حورية البحر العملاقة ومعاها سلاح الترايدنت، وبتدمر البيوت وهي بتدور على أجاسا. فبتظهر أجاسا والجدة من البحر وهم على شكل كراكن، فبتهجم نيرسيا عليهم وبيتقاتلوا مع بعض. في الوقت ده بيوصل بريل لروبي اللي بتكون مدفونة ما بين الصخور، وبتلوم نفسها لأنها ساعدت الشر وضيعت مجهود أجاسا. فبيحاول بريل إن يهديها وبيوضح لها إن أجاسا بتحبها وإنها أخفت الحقيقة عنها علشان تحميها. فبتستجمع روبي قوتها وبتطلع من تحت الأحجار وبتقرر تساعد والدتها في المعركة.
الوقت اللي بتوصل فيه بتكون نيرسيا قدرت تهزم الجدة وأجاسا وترميهم لليابسة، وبتقدر روبي تنقذهم قبل الهجوم الأخير، وبتقدر روبي إنها تضرب نيرسيا وتبعد عنها سلاحها، وبتروح تقنع أجاسا والجدة إنهم يتحدوا مع بعض ويدمروا ترايدنت مرة واحدة وللأبد. وبيتعاونوا التلاتة وبيقدروا يدمروا السلاح، وبيقبض جوردون على نيرسيا اللي بترجع لحجمها الطبيعي، وبتنزل روبي على قارب حفلة التخرج وبتعتذر لأصدقائها لتجاهلهم، وبتعرض على كونور حضور حفلة التخرج معاها واللي بيوافق على طول. وتاني يوم بتظهر أجاسا بتسوق العقارات اللي في المدينة، وبتظهر لهم إن بسبب وجود بنتها روبي فده بيدي حماية للجميع. وبينتهي الفيلم على روبي اللي بتكون مستعدة في كل الأوقات إنها تحمي أهلها وشعبها ومملكتها. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.